النهارده هعمل فراخ بلدي اللي هي الفراخ الصغيره محشيه برز، مش هعمل بفريك. تلات ارباع سوا، لان طبعا الفراخ صغيره، مش يعني سنها صغير، هتستوي بسرعه، فلازم يكون الرز مستوي تلات ارباع سوا والربع مع الفراخ.
الميه تغلي عليها، بس انا هغطيها لحد ما تغلي وبعدين اكمل بقيه الحاجه. بس كده ايه، كده الفراخ غليت. يبقى على الوش كده في ريم ده بيعمل زفاره، فلازم ايه الواحد يشيله، لازم يتشال كل ده، الريم ده كله لازم يتشال، ميبقاش في ريم خالص يعني. خلاص كده ايه، شلنا الريم خلاص. هننزل بقى ايه بورق لورا شويه كده حلوين، عشان انا 5 فرخات فايه. ننزل بالبصل، بصلايه كده متقطعه 4/4. ننزل بقى تاني شويه فلفل اسود وشويه زعتر، عشان يدي للشوربه طعم كده ويدي للفراخ طعم. الملح بقى ايه، لما الفراخ تقرب تستوي هروح ضايفه الملح. انا لازم ايه كده اهو اوزع لازم يتوزع كله مع بعض. بس نسيبه بقى لحد ما الفراخ تستوي، بعد كده نمشي ايه على الخطوه اللي بعديها ان شاء الله. خلاص كده ايه، الفراخ بتاعتي استوت. فطبعا مش معقوله ان انا هعمل 5 فرخات يعني ناكلهم، فانا هقلق 2 والباقي اسيبه لما يبرد واحطه في الفريزر، بعد كده نستعمله في اي يوم تاني. طلع ال5 نطلعهم كلهم كده، ال5 كده ايه، كده 4. وهنجيب ال5 واقول لكم بقى على ايه. هتقولوا الشوربه دي هتعملي فيها ايه، هقول لكم هعمل فيها ايه. دي مبدئيا بيشربوها كده بالكوبايه، يعني طبعا دي فراخ بلدي يعني مش فراخ بيضه. خلاص كده ال5. هنا في باقي معانا رز، ده رز اللي متبقي معانا بقيه الحشو، ده بيجيبوه يحطوا في الطبق ويغرفوا في طبق رز ويحط عليه الشوربه دي، البهريزي الجميل ده، طعمه تحفه تحفه تحفه. خلاص كده، فانا هطلع منهم 2 احمرهم واوريهولكم بعد ما يتحمروا. شوفوا الجمال والطعامه، مفيش بعد كده. خلصنا الاكل بتاعنا النهارده، كانت فراخ محشيه بالرز، ما عملناهاش بالفريك، هي بالرز والشوربه بتاعت الفراخ، ورز ابيض اللي هو متبقي من الحشو. خلاص يا رب تكون الاكله النهارده عجبتكم، والفراخ اهي. ايه رايكم؟ وبعد كده قولوا لنا بقى ايه رايكم في الديكوريشن ده. متنسوش اللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس. يعملوا ايه بقى؟ انت بتقولي ايه يا توته؟ قلتي ايه؟ هقولك بعد. لا، ما انت لازم تقولي كده على يلا ما سمعوش. متنسوش اللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس.